لقيته بيطلع حشيش وبيعمله بايده. ما كانش حد موجود في البيت. اول ما دخلت واقفه الباب لقيته شدني جوه على الاوضه واتكتفت واتضربت، وطبعا معايا علاقه بالعافيه. انا اول ما قمت لقيت في دم على يوم ماشي ما ماشي. تفكر تكلمني انا اللي هخربها انا فوق هوريك دماغك. انا هوريك يا هوريك عم انا انا هرن مش على عايز اشوف ابوكي من هقول وشك له حاجه. هقول له تمام وفتحتها لك، تعالى خد. في بوست اتنشر على الفيسبوك، نشرته فتاة بتقول فيه كلام غريب جدا، وبتحكي قصة إن هي اتعرضت لعملية اغتصاب من أحد الشباب. ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله كويسه. عايزك بقى تعلي صوتك شوية كده وتحكي لي بقى ايه القصة وايه الموضوع. طبعا أنا عرفت إن انتي طالبة جامعية. مظبوط. طيب ايه بقى الموضوع؟ القصه ان انا كنت بدرس في الجامعه، وانا في تالتة كنت بغير سكن جامعي، سكن اهالي، فروحت هناك واتعرفت على بنات. وفي نفس اليوم نزلنا، قلنا يعني كتعارف ننزل نتغدى مع بعض، ونزلت وشافني واحد وجي سلم عليهم، ووقتها سلم عليا، فجي يسلم عليا قلت له انا مش بسلم على حد، مش بسلم على الرجاله عموما. بعد كده البنات دول دخلوا التويليت، وهو جه قال لي انا عايز بس اقول لك كلام، البنات دي مش كويسين، والبنات دول معروفين هنا في بني سويف، ويعني مش هدخل في الموضوع عشان دي اعراض ناس. فقلت له والله ما يخصنيش، انا ما شفتش حاجه، ووقتها طلب رقمي وانا قلت له مش بدي رقمي لحد. فالبنات طلعت، فبيكلم معاهم ان هو يوصلنا، انا رفضت وبعدين مشيت، سبتهم ومشيت. فاخد رقمي من واحده منهم، واتفاجئت ان هو بيرن عليا من رقم غريب. قال له انا فلان الفلاني اللي شفتك، انتي تعرفي البنات دي منين؟ قلت له انا ما اعرفهمش ومش على علاقه بيهم، انا لسه عارفاهم في سكن. قال لي انا سالتهم عليكي وقالوا لي ان انتي فعلا ما تعرفهمش، هم لسه متعرفين عليكي في السكن بتاعهم من امبارح يعني. البنات دي كذا 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 بدون توضيح برضو. وقتها انا اللي هو ما صدقتش، لحد ما شفت فعل قدامي مثلا غريب، او انا حسيت ان هو لا خلاص ما دام في حاجه لا انا لازم امشي. فبالفعل عدى يوم والتاني لقيته بيكلمني من رقم تاني 012. بيقول لي في انا فلان الفلاني، انتي مشيتي من السكن ولا لسه؟ قلت له والله انا ماشيه. اتفاجئت ان هو جالي عارف من مكان السكن منهم، وجالي بحجه ان انا لقيت لك سكن. فما رضيتش ان انا اروح السكن اللي هو كان جايبه، انا رحت السكن تبعي انا. بعد كده تواصل من ارقام تانية، انا سالت عليكي وعرفت ان انت بني ادمه كويسه، وعرفت ان انت هناك بقالك 3 سنين موجوده في بني سويف. انا كنت حابب ان انا اتقدم لك رسمي ومش محتاج منك اي كلام او اي تفسيرات، انا داخل البيت من بابه. تمام. وقتها قلت له ان انا مش مستعده ان انا ادخل في علاقه اصلا، حتى لو كانت علاقه جديه. بعد كده بعد اتصالات كتير من ارقام غريبه، حصل ان انا نقله من السكن، ماشيه من السكن بتاعي، فبيقول لي انت كل ده لسه مشيتيش من السكن؟ كان عدى اسبوع. قلت له انا ماشيه النهارده. بعد كده كلمني قال لي طب انا كنت عايزه اقابلك عشان البنات دول عملوا لي مشكله بسببك، ان انا اللي مشيكي من السكن، ان انا قلت لك عليهم كلام مش كويس، وان انا مشيكي من السكن. لقيت نفسي في مشكله معاهم ومعاه، فانا كشخص ولا اعرفهم ولا اعرفه هو شخصيا، حبيت ان انا ابرر اللي هو انا مش ماشيه بسببه وانا ماليش علاقه بيه برضه. من هنا كلمت والدتي ان في فلان الفلاني عايز يتقدم لي، وهو كان قايل لي ان هو ضابط شرطه. تمام، او ان هو مش ضابط شرطه، ان هو شغال في مباحث البندر، يعني هو قال لي انا شغال في مباحث البندر. فوقتها اللي هو انا سالت البنات ده شخص كويس، ده شخص احنا عارفينه من زمان واخلاق، ووقف بيقف معانا في مشاكل، ويعني مدحولي فيه كتير جدا. فقلت مفيش مشكله. وقتها اتقابلنا بحجه المشكله بتاعت البنات، واتكلمنا في ان هو مستعد ان هو يتقدم ومش ان هو يتقدم، وخدت منه مده يومين ان انا اعرض الامر على البيت عندي. وفعلا كلمت والدتي وقلت لها، وقالت لي صلي استخاره، ولو الموضوع تمام تمام. بعدها انا عرفته على والدتي بحكه ان هو هيكلم بابايا، وقلنا تمام. وبعد كده كنا بنتكلم عادي زي اي اصدقاء، مش ببرر نقطه زي دي لان هي نقطه غلط، ومش بنصح حد ان هو يدخل في مشكله زي دي. بس انا كواحده عندها 23 سنه ما عنديش خبره وماليش علاقات مع الجنس الاخر اصلا. فكان بالنسبه لي اللي هو شخص بيقف معايا بيدل على سكن، نصحني على بنات مثلا، او ان هو داخل البيت من بابه داخل جد، وبرده قيمه لشغله، حسيت ان هو اكيد بني ادم محترم. اتزملنا شويه، وبعد كده والده دخل في عمليات، ووالدته دخلت في روماتايد، واخته دخلت في كانسر ثدي.
فكان عنده مشاكل كتير، فكنا بنتكلم في المشاكل دي على طول. بعد كده الترم خلص، احنا كنا تقريبا في اخر الترم حاجه زي كده. الترم خلص وانا رجعت بيتي على اتفاق ان هو هيتكلم في البيت عندي في الاجازه. تمام. وبالفعل انا حسيت انا مش عايزه اكمل، فلا مش هكمل، فما بقيتش اكلمه، غيرت ارقامي وغيرت كل حاجه. وصل لي وانا في البيت وقال لي ان هو عايز يكلم البيت عندي. وقتها في نفس المكالمه انا رفضت، فراح اتصل على والدتي قال لها انا محتاج رقم عمه. تمام. ماما عرضت الامر في البيت، طب انتي رافضه ليه؟ مش هو كان يعرفك؟ او مش معنى انه يعرفك، مش هو كان قايل قبل كده وانت كنت موافقه؟ ايه اللي حصل؟ مش ايه اللي حصل؟ قلت له مش عايزه. بعدها الموضوع اتحط تحت اطار لما والدي يرد عليه. تمام. تمام. بعد كده هو اتصل بيا انا وقال لي ان والده عمل عمليه في رجله او حاجه زي كده، وان هو محتاج ياجل الموضوع. قلت له تمام مفيش مشكله، انا مش هدخل والدي في الموضوع لحد ما انت بتخلص مشاكلك. برضو بعد كده انا كنت نازله بخلص محو اميه من البلد بتاعتي، انا مش من بني سويف. سافرت المركز، ومن المركز للقريه، وخدت الناس وامتحنتهم في المركز، وبعدين رجعتهم القريه، وبعدين رجعت على الجامعه في بني سويف. فالموضوع ده خد لحد المغرب، وانا وقتها كنت شغاله في اكتوبر. فقلت ان انا هبات في بني سويف يوم، واصبح تاني يوم امشي على شغلي اسرع من ان انا ارجع البيت. فكلمته قلت له انا محتاجه سكن يوم واحد هنا، او فندق يكون بيسكن طالبات، هشوف لك ومش هشوف لك. المهم ما ردش عليا. انا لقيت سكن وكلمت طنط وقلت لها يا طنط انا جايه كمان ساعه هتغدى وهكلمك. اتصل بيا انا شفت لك سكن، قلت له لا انا خلاص اتصرفت، وانتي فين؟ في المكان الفلاني. اتفاجئت ان هو جالي واتغدى معايا، وبعدها قال لي هوصلك. قلت له تمام. جالك فين؟ جالي الكافيه اللي انا كنت فيه، جالي قدام الكافيه، انا كنت خلصت ونزلت. تمام. هو كان جايب اكل واتقابلنا مع بعض، خدني في العربيه عشان هو موصلني. تمام. تمام. واحنا مروحين انا عندي حساسيه حشرات. فقلت له معلش وقف لي عند صيدليه العزبي واحنا في الطريق، هنجيب رش اوف. قال لي تمام. دخل الصيدليه، وكنت قايله له هات برشام صداع معاك تقريبا. فالمهم ان هو دخل الصيدليه ورجع من غير برشام. بقول له فين البرشام؟ قال لي انا نسيت. قلت له طب خلاص ترجع تجيب لي ولا انزل اجيب لي؟ يعني عايزه اروح. راح قال لي لا انا معايا برشام صداع كويسه خديها. المهم خدتها بحسن نيه او بثقه عمياء او باي حاجه ممكن تتوصف. يمكن دي برضو كانت من ضمن الغلطات. خدت البرشامه، وبعدها انا ما كنتش موجوده اصلا نهائي. فوقت لقيت طرحتي مفكوكه وانا نايمه، والكرسي بتاع العربيه نايم. فقال لي انت نمتي، وانا ما رضيتش اصحيكي، او ما رضيتش اقلقك، وانا كنت قاعده على القهوه اصلا، ما كنتش قاعده معاكي في العربيه. فبرضو انا ما كنتش قادره اتكلم، لساني كان تقيل، كنت حاسه بوجع في معدتي رهيب. طب سؤال، يعني لما انت فوقتي العربية دي كانت واقفة فين؟ يعني واقفة في الشارع عادي لا ولا كانت واقفه في ينفع اذكر المكان؟ عادي المكان عادي يعني؟ كانت واقفه في شارع جانبي من منطقه الاباصيري. منطقه الاباصيري دي زحمه، بس الشوارع بتاعتها ضلمه، ما فيهاش اي بني ادمين اصلا. هو الكلام ده كان بالليل؟ الكلام ده كان بالليل، كانت على حوالي الساعه كانت 9 او 10. اه. كان راكن في منطقه ناحيه الكورنيش، بين الكورنيش وبين الاباصيري، وشارع ما فيهوش اي حاجه اصلا. تمام. دور بالعربيه، وقتها قال لي السكن فين. انا ما كنتش قادره اتكلم. اديته طنط بتاعه السكن، طلعت له الرقم قلت له كلمها. هو كلمها فعلا، انا كلمتها وهي شاهده على حاجه زي دي. قال لها معلش هي تعبانه شويه، وانا خاطبها وموصلها المكان فين. وصفت له المكان ووصلني فعلا وطلعت. طب سؤال، لما انت يعني قمتي ما حسيتيش ان في حاجة غريبة لما فوقتي في العربية؟ ثقتي فيه ما حسيتش ان في اي حاجه غير ان انا تعبانه من المشوار. ما سألتيش نفسك ايه اللي فك الطرحة؟ هو ايه؟ قال لي انت وانت انا الطرحه بتاعتي بلفها زي ما حضرتك شايف، اللي هو سهل جدا الطرف بتاعها يقع. ما ما تعرضتش لحاجه زي دي، ما شفتش حاجه زي دي قبل كده. تمام. ما شفتش حاجه زي ما جاش في دماغي اصلا. طلعت السكن عادي جدا. طنط نزلت لي المفتاح وطلعت. وبعد كده اول ما طلعت فوق بغسل وشي ودخلت التويليت، لقيت لبسي فيه نقط دم. مشكتش برضه، شكتش نهائي. كلمته قلت له انا تعبانه ونازله المستشفى. ما استغربتيش من الدم ده؟ يعني انت مش متعودة اكيد يبقى في دم. والعذر بتاعي كان خلصان بقاله اسبوع. حسيت ان ممكن يكون في اي حاجه، في نزيف او في بطني او في اي حاجه، انا نازله المستشفى.
تمام. كلمته الو، انا تعبانه ومعدتي كانت بتقطع. قلت له انا تعبانه ومش قادره ونازله المستشفى، نازله الطوارئ، في ايه ومش في ايه. قلت له انا نازله المستشفى. بعد زن ان هو يعرف في ايه، قلت له ان العذر بتاعي خلصان من بدري. مم. وقتها قال لي انا جاي لك ما تتحركيش. كلمت صاحبتي، ينفع اقول اسمها؟ بعد. كلمت ندى صاحبتي، دي كانت اقرب حد ليا وكانت على علم بعلاقتي بالشخص ده من بدري. يا ندى، انا كنت هي معاها المكالمه اصلا وانا يعتبر متخدره مع المكالمه معاها هي شخصيا. قلت لها انا كنت مع فلان وحصل كذا كذا ووصلني وطلعت، وقتها صورت لها اللبس بتاعي وبعته لها. سؤال، يعني ايه معاه المكالمة وانت متخدرة؟ مكالمة يعني ايه؟ المكالمه دي ان انا عرفت المكالمه اللي انا كلمتها، قلت لها ان انا كنت مع فلان الفلاني وحصل كذا كذا، اللي هو اتغدينا وطلعت لقيت في السكن اللبس بتاعي فيه دم. هل انت عندك تفسير لده او بتعرفي برشام معين اخده او تعرفي اي حاجه؟ قالت لي لا، ضروري تنزلي تكشفي، شوفي فيه ايه، ما تتاخريش، حتى لو انت تعبانه ما تناميش. يعني مسجلة مكالمة يعني. المكالمه معاها، ايوه، ومعاها المكالمه بعد ما طلعت ما قابلت الشخص ده وطلعت. تمام. فقالت لي لا، انزلي اكشفي لا يكون في حاجه، وحتى لو انت تعبانه ما تناميش. المهم نزلنا وجالس انه هيوديني المستشفى. وقتها كان الساعه دخلت في 11 12 كمان، ونزلت اللي هو كنت نازله اصلا رايحه مستشفى هناك اسمها سانت تريز. نزلت لقيت الشخص ده جالي، واول ما ركبت بيقول لي في ايه. قلت له انا تعبانه جدا، انا معدتي وجعاني، انا عايزه اروح المستشفى. لا مش هتروحي، خليها بكره. هعدي على الصيدليه اجيب لك مسكن، مفيش حاجه ما تقلقيش. طب هو الدم ده كتير، طب هو في ايه، طب مش هو في ايه. قلت له انا رايحه المستشفى، هتوديني هروح لوحدي. قال لي بصي، هو كل الموضوع انا ما عملتش حاجه، انا كل اللي عملته ان انا حطيت ايدي تحت عندك. قمه الصدمه، مش فاهمه انت بتقول ايه اصلا. حسيت وقتها اللي هو ايا كان الضرر اللي ممكن يقع عليا اكيد مش الضرر اللي انا وصلت له. طب البرشامه دي ايه؟ قال لي والله دي برشامه انا باخدها لما ببقى عايزه انام. حاجه كده زي ذكر لي اسامي مخدرات، يعني اللي هو زي كذا وكذا، وانا بجيبها بس عشان لما اجي افصل. كل اللي قلته حسبي الله ونعم الوكيل، انت ايه اللي انت عملته ده، مش ايه اللي انت عملته، انا استاهل منك كده؟ لان انا جسمي تلك. كل اللي طلبته ان انا عايزه اروح، انا عايزه ابقى لوحدي. طلعت فوق السكن، كلمت ندى صاحبتي، قلت لها يا ندى انا نزلت قابلته وهو قال لي كذا كذا. كنت منهارة، قعدت تهديني واهدي ومفيش حاجة، وزي الحيوان ده يعمل كده، و تعالي بكرة الشغل وهنروح لدكتورة وهنشوف الدنيا وكله تمام، وما ترديش علي في التليفون. انا فعلا ما ردش علي في التليفون تاني. صحيت الصبح رحت شغلي وانا في حالة لا احسد عليها. وقتها خدت اذن انا وندى وعملنا سيرش على جوجل على اقرب دكتورة نساء في المكان، ونزلنا خدنا اوبر على اللوكيشن ورحنا. حكيت للدكتوره بس ما حكيتلهاش ان هو واقعة اغتصاب، انا حكيت لها اللي هو انا متجوزه وحصل كذا كذا وانا لحد دلوقتي خايفه ومش. قالت لي ما تقلقيش، هو انت مدام عادي وبتاع ومش لازم تنزلي دم كتير، وقعدت تشرح لي حاجات. انا طلعت من عندها يعني كانت اكون مش قادره اتكلم اصلا. الدكتورة أكدت لك إن حصل؟ الدكتوره اكدت لي ان حصل دخل عادي، يعني انا متجوزه وان طريقه الجواز كانت كذا. يعني إيه طريقة الجواز كانت كده؟ انا قلت لها ان انا اتجوزت وما دخلتش، انا جوزي عمل كذا ولقيت دم نزل كذا، بس هما يعني شرحت لها الموقف عشان ما بانش ان انا في مشكله، عشان ما تعملش معايا اجراء قانوني. تمام. بعد كده انا نزلت من هناك، رنيت عليه وانا في قمه انهياري. الدكتوره قالت لي كذا كذا، وفضلت احزبن وفضلت اتكلم. وقتها قلت له ان انا هاجيلك بني سويف وهخرب الدنيا. وقتها اقنعني ان هو كده كده هيحل المشكله اول ما بابايا يفوق من العمليه، وانتي كده كده كلها كام يوم والدراسه هترجع. وما انا ما قدرتش اقول في البيت حاجه، ما عرفتش اعمل اي حاجه اصلا. بعد كده الشخص ده عمل لي بلوك من كل حته، اختفى تماما. صاحبتي اتواصلت معاه قال لها ان هو هيحل بس مش دلوقتي، هو مش مجبور يحل دلوقتي، وان انا عندي ولاية وعندي اختي وعندي وكده كده هحل.
بعد كده كان عندي يومين اصلا على دراسة، انا نزلت تاني بني سويف رجعت. حاولت اوصل له وبالفعل وصلت له. قال لي ان هو هيحل وهيرجع يتكلم تاني، بس اديني مهلة، اصل انا سبت الشغل. طب سبت الشغل ازاي؟ حصل مشاكل في الشغل وانا دلوقتي مش شغال. هقول لابوكي انا شغال ايه، هقول لأهلك انا شغال ايه؟ يا سيدي انا مش عايزاك شغال، انا عايزه احل المشكله انا فيها. المهم بعدها تاني يوم بالظبط ما انا رحت له، كلمني في التليفون وهو بيتكلم مع والدته، بيحكي لها ان هو عايز يتقدم للشخصيه الفلانيه، وحكى لها تفاصيلي وهي وافقت، لان هو عنده 31 سنه. انا مش عايزه اخوض فيه، بس اللي هو انت شخص، انت متعود على حاجه زي دي، انت ليه تعمل مع واحده وثقت فيك؟ او سيبك من الثقه، انا غلطت ان انا عرفتك، بس ليه حد تبقى انت ممكن تدمر حياته اصلا؟ كلم والدته وقال لها فلانة الفلانية وانا عرفتها، وانتي عارفة ان انا ما كنتش هتجوز صالونات، وهي كانت بني ادمة محترمة، وانا سألت عليها وانا المهم بعد كده والدته قالت له لو كده عرفني عليها، ولو كده نقابلها وبتاع ونكلم اهلها وانا هقول لوالدك واطمنت، اللي هو ايه، حسيت ان هي خطوة بداية حل المشكلة اللي انا فيها. كلمني وقال لي شفتي انا مش هسيبك وانا مش هعمل وانا وكأي بنت واقعة في مشكلة زي دي خايفة من الفضيحة. يمكن انا لو مش خايفة من الفضيحة كنت ظهرت واتكلمت كتير من بدري. خايفة على اهلي، خايفة على اخواتي الولاد، خايفة على شكلي حتى قدام صحابي في الجامعة. حتى لو الموضوع غصب، المجتمع مش بيبص للبنت في الواقع زي دي، بيبرروا للولد في اي حاجة. المهم قعدت في مماطلات مع الشخص ده في ان هو هيحل الاسبوع الجاي، الشهر الجاي، اليوم الجاي الاقي شغل، اختي تخلص تحاليل، اخويا بيقدم على شرطة. قعدت في مماطلة، حسيت ان انا ما وصلتش لحاجة. بعد وقت ما اكلم والده بعدها بيومين كلمني قال لي ماما عازماكي على الغدا عندنا في البيت هي واختي فلانة، وعايزين نتعرف عليكي. ما فكرتش ان احنا ممكن نروح كافيه او ان احنا نتقابل في مكان عام. يمكن حتى من ضمن الاسئله اللي سالها لي وكان يبقى انت ازاي وثقتي في واحد عمل فيكي حاجه زي دي وانت متخدره وتروحي عنده البيت؟ كنت بعمل اي حاجه هو بيقولها تحت بند ان انا عايزه احل مشكلتي. مفيش وقت ان انا افكر لا هنروح كافيه، لو قال لا ممكن الموضوع ما يتحلش. بالفعل رحت هناك، ما كانش حد موجود في البيت. اول ما دخلت وقفل الباب، قال لي انا جايبك هنا نتكلم، عشان لو اتكلمنا في مكان صوتك هيعلى وصوتي هيعلى ومحتاجين نتكلم. قلت له انا عايزه انزل، ما دام مفيش حد موجود انا عايزه انزل. وقتها انا مش قادره اوصف قد ايه جسمي كان سايب من الخوف، اللي هو انت جايبني هنا هتموتني عشان خاطر الموضوع، عشان ما اتكلمش؟ جايبني هنا عشان اكيد في حاجه مش صح، انت جايبني ليه؟ قال لي المفتاح اهو لو عايز تنزلي، واعتبري لو رجلك خطت بره الباب انا ماليش دعوه بموضوعك، وما تتصليش عليا ومش هحل حاجه، وانا كده كده ما عملتش حاجه معاكي، مش حاجه تثبت لك ان انا عملت معاكي حاجه. كل اللي قلته اللي انت بتقوله، محتاجين نتكلم، ننزل نتكلم تحت. حتى المفتاح في جيبه، ولقيته بيتكلم في اللي هو انا كده كده هتجوزك، انا كده كده هحل، انا مش جايبك هنا عشان حاجه. لقيته بيطلع حشيش وبيعمله بايده ويحطه في كوبايه وبيغطيها. ودي كانت اول مره اشوف المنظر ده. وقتها انا اصلا انا بيجيلي اصلا تشنجات من الخوف، بيجيلي تشنجات من العصبيه، حسيت ان انا جسمي خشب كله مكاني. قعدت في الارض وقلت له انا عايزه امشي، وبدات اعلي صوتي. وقتها ضربني بالقلم وانا موجوده في الصاله عنده. لما قعدت دخلنا في خناقه، اللي هو احنا بنتخانق مع بعض، اتنين بيتخانقوا مع بعض في الصاله، الناس كلها تسمع صوتنا. انا لقيته شدني جوه على الاوضه، واتكتفت واتضربت واتعمل معايا علاقه بالعافيه. يعني ما كملش 3-4 دقايق. وبعدها انا اول ما قمت لقيت في دم على السرير. انا مش قمت، انا لقيت نفسي متبهدله، انا لقيت نفسي مش حاسه، مش شايفه حاجه. كل اللي قلته له اللي هو الدم ده انا كده بموت ولا ده ايه، ولا مش فاهمه اي حاجه. ما سالتش تاني. انا
صوت المفتاح فين، خدت المفتاح ونزلت، وهو نزل جري ورايا، وجالي وقتها تشنجات في الشارع والناس اتلمت. دخلت في انهيار عصبي وما قدرتش اتكلم، وما قدرتش برضو ان انا اطلع من عنده واروح على اسم اعمل محضر. وانا فوق حتى ما قدرتش ان انا اصوت. اول حاجه كانت هتتقال انتي اللي فوق. الله اعلم كان ممكن يلبسني في صوره ايه، الله اعلم كان ممكن يدخلني في ايه تاني. بعدها دخلنا بقى في ابتزازات. لو ما ادتنيش فلوس كذا هفضحك، لو ما دفعتليش كذا هقول لأهلك. في سكة ابتزاز. لو عملتي كذا انا همشي. انا عايز فلوس كذا، اختي بتعمل عملية انا محتاج فلوس. واخد مني مبلغ وقدره 29,000 جنيه تحت التهديد. واخدهم على مراحل ولا على مراحل؟ مراحل كذا على مرة يعني. مراحل، ايوه. منهم مرة ما كانش معايا فلوس، كان القبض بتاعي لسه منزلش، خد تليفوني ده وضربني في كافيه هناك في بني سويف، والكافيه ده بتاع واحد صاحبه. ووقتها الناس برضه سألت في ايه، ضربني ورماني على الارض وخد موبايلي وقال الموبايل مش تاخديه غير لما تجيبي لي فلوس. وقتها انا سبته ومشيت وروحت على سكني وحاولت اوصل لحد من الشغل. وصلت وقتها الندى، قلت لها ابعتي لي رقم الاونر، وخدته وكلمته وبعت لي فلوس فعلا، وقابلته واديتها له وخدت موبايلي. طيب هو ما اعتداش عليكي غير مرة واحدة بس تاني صح كده؟ اللي هي المرة انت كان مرة واحدة. تمام. بعد كده عملتي ايه لما؟ فضلت ادفع فلوس وفضلت احل وفضلت على علاقه بيه تحت بند ان احنا بنحل. جبت له بدل الشغل 1000. لا بس هو لا انا عايزه اشتغل في الداخليه. معلش انا مستني شغلانه في الداخليه. طيب هو انت قلتي ان هو اتقدم وكده عشان يصلح الدنيا؟ بعد ما عملت المحضر احنا وصلنا اللي خلاني خدت خطوه ان انا اعمل محضر. لان الشخص ده من كتر التهديد، من كتر كان بيجي لي تحت السكن ينادي عليا بأوسخ الشتايم، وعندي ناس شاهده على الكلام ده. اتعدى عليا في الشارع قدام صاحبتي وخد مني وقتها 2000 جنيه. هددني ان هو يدخل لاصحابي على السوشيال ميديا لان انا اكونتي عليه فولورز كتير. وبالفعل دخل لناس اكتر من 6 بنات بعتوا لي سكرينات ان هو دخل كلمهم. انا اول ما شفت المنظر قلت خلاص كده، خلاص انا بتفضح، انا خلاص يعني ربنا كده اكيد بيرفع ستره عني. انا ما غلطتش، او لا انا غلط، انا غلطت ومش ببرر، بس انا ما كنتش استاهل ان كل ده يحصل اصلا. فلقيت صحابي هو بيكلمهم، كان الساعه 2 بالليل، هددني محتاج فلوس كذا مش معايا، انا هدخل لاصحابك، تعالي لي انا هدخل يا اما هتجي لاصحابك. كان بيجيلي تحت السكن بطريقه انا مش قادره اوصفها لحضرتك. كنت بغير سكناتي وغير ارقامي وكان بيجيبني، كان بيوصل لناس تبعي وكان بيتكلم. كان اول ما يشوف حد من صحابي انا مقربه لواحده صاحبتي كان بيروح يتكلم عليا، معايا سكرينات وهو بيكلم ناس بيقول لهم اوحش الحاجات عني. طيب اول ما الموضوع وصل للسوشيال ميديا ان هو خلاص دخل لاصحابي، حسيت ان خلاص كل حاجه بتبوظ بقى. عملت بلاغ؟ رحت القسم وقتها عملت بلاغ واتقالت عليه الصبح. بعدها انا طلعت على النيابه. تمام. الكلام ده كان في شهر كام؟ 6. عملت المحضر فين؟ في النيابه، نيابه بني سويف. يعني انت عملتيه في النيابة ولا في القسم؟ لا عملته في النيابه. في النيابة، نيابة بني سويف. شهر 6 بالظبط. تعرضت على الطب الشرعي؟ تعرضت طب شرعي وخدت تقرير طب شرعي. من ضمن الحاجات اللي الشخص ده بيخوض بيا فيها ان انتي متعدده العلاقات، ان انتي عملتي العلاقات دي مع اصحابي، ان انتي اللي شخصيه مش كويسه. الطب الشرعي طالع في صالحي. بيقول ايه الطب الشرعي؟ تقرير الطب الشرعي مطلع ان العلاقه اللي كانت موجوده تحت الاكراه، وان هي بصمه واحده، وان انا كويسه، اللي هو كمان اللي هي كفتحه شرش كويسه، مفيش اي تعدي فيها. ومن ضمن الاسئله اللي قالها لي وكيل النيابه ان انت ليه ما لو تقرير الطب الشرعي جه ان انت كنتي على علاقه تانية باوضاع تانية، انت كده مالكيش حق. تمام. يعني الطب الشرعي اثبت ان انت العلاقه علاقه واحده، بصمه واحده، مش متعدده تحت الاكراه. هو ملوش ان هو يتكلم في النقطه دي تاني خالص. مكتوب الكلام ده في تقرير الطب الشرعي؟ مكتوب، والتقرير ده طلع عليه المحامي بتاعي شخصيا. تمام. بعد كده ايه اللي تم في الاجراءات؟ اللي تم ان وكيل النيابه ودى المحضر تحريات. المحضر اول ما راح لرئيس المباحث هو تواصل ان هو بيحل بره.
قعدنا في مناوشات ان هو بيجي عندنا يتقدم. الكلام ده ما كانش اهلي يعرفوا اي حاجه، حتى المحضر انا يعني عملته كل دوت واهلك كل ما ده يعرفوش حاجه؟ اهلي ما قدرش يعرفوا حاجه. انا كسرة ابويا لما عرف كانت عندي ان انا اموت اهون بحقي بقى بكل حاجه، ما كنتش عايزه حاجه اصلا من الدنيا وقتها. تمام، كمل. حصل ان هو اتقدم وكنا متفقين انت تتنازلي عن كل حاجه، قلت تمام. خد مني فلوس برضو عشان يجي عندنا المواصلات، خد مني وقتها برضو 2000 جنيه ومعايا سكرين شوت بيها. وجه وقعد واتضايف وسمع الكلام كله اللي بابا بيتكلم فيه، وبعد كده مشي وهرد على والدي وهاجي تاني انا ووالدي. وبعد كده كان جاي هو ووالده جه لوحده وقال اصل انا والدي تعبان، وبعد كده انا هكتب اللي هو خفف الطلبات يعني. فهو قال له ماشي مادام يعني مش مشكله. كلمني في الموبايل وقال لي انتي بعتيلي 3000 جنيه ومعايا برضه سكرينات انا هبعتها لحضرتك، انا مورود وانا في ناس بتجيلي تحت البيت عليا فلوس وانا 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 وانا. ده غير ان هو اصلا وانا بني سويف قبل ما امشي كان مدخلني في قصه اقساط عشان يحل مشاكله، والا كده مش هيحل مشاكلي. انا مش هبقى رايق لمشاكلك، فساعديني احل المشاكل دي. خدت له حاجات اقساط 13000 جنيه والدتي اللي دفعتها، وهو ما دفعش حاجه، وواخد عليه وصل امانه بيهم. ده الكلام دوت بعد ما انت قضيتيه ولا قبل ما تقضيه؟ بعد ما قضيته عشان احل معاكي. انا عندي مشاكل تانية محتاجه اخلصها. انا بعد ما عملت المحضر انا كنت شايفه ان انا عامله المحضر عشان عايزه احل. في الاخر وصلت معاه؟ في الاخر وصلت معاه اعلى ما في خيلك اركبيه، انا مش هحل. ده غير ان هو اتصل في البيت بألفاظ باوسخ الشتايم قالها لاهلي. ابويا عنده حاجه و50 سنه، اتشتم من الشخص ده شتايم محدش يسمعها. ردنا على اهله بان انتوا عارفين بالواقعه دي وازاي كنتوا عارفين وبتحلوا واحنا ما كناش نعرف، لو كنا نعرف كنا حلنا من بدري. والده قال جمله وجعاني لحد دلوقتي، انا مش فاضلكوا، انا عندي فرح بنتي، مشكله بنتكم حلوها بعيد عني. انا ابني مديون لطوب الارض، وابني واخد فلوس من طوب الارض، وابني مش شغال بقاله 2 سنين، وابني عواطلي، وابني حاططني في مشاكل، وابني وانا مش فارق لي. وصلنا مع ولاد عمه وولاد خالاته كلهم شايفين ان هو غلطان ولا لازم يحل وده شرف وده عرض ولايه واحنا عندنا ولايه. هو مش حاسس بده. طيب انت طلباتك ايه؟ يتحبس، تحرياتي تخلص ويتحبس. لان الناس اللي في المديريه، او انا رحت المديريه وقعدت مع رئيس الامن هناك وقابلت ضابط هناك، ينفع اذكر اسمه؟ لا. قعدت مع ضابط هناك وتواصل مع رئيس المباحث، ورئيس المباحث عنده معلومات بالواقع ومش مكدبه. هي المشكله في التحريات بتاخد وقت. فعلا تحريات من شهر 6؟ تحريات من شهر 6. من شهر 6. وهما كانوا واصل لهم ان احنا بنحل. لما نزلت بني سويف انا واهلي قالوا لهم احنا مش بنحل، الشخص ده مش بيحل. يعني ده اللي اخر التحريات؟ ده اللي اخر التحريات ان هم سايبونا نماطل بره عشان احنا عشان تحاولوا تحلوا مع بعض. لكن حاليا انت مش هتحل؟ لا انا مش عايزه احل. انت عايزه حقك؟ انا عايزه حقي بالقانون وعايزه حق نفسيتي اللي اتدمرت، وعايزه حق كل يوم شفت مر، وعايزه حقي في كل ضرب اتضربته منه. مش عايزه فلوس، انا مش عايزه فلوسي، مش عايزه اي حاجه غير ان انا عايزه حق اهلي. انا لو كنت غلطت غلطت، بس غلطتي مش هينفع ادفع ثمنها حياتي ومستقبلي. ما ينفعش يبقى ده العدل ان انا ادفع ثمن غلطه ان انا وثقت في حد، ان انا ادفع ثمنها حياتي اللي جايه كلها. ما ينفعش الشخص اللي بره ده لحد امبارح بيقول لي انت لو ليكي حق. انا كنت اتخذت بكل عين قويه، شايف ان هو منتصر عليا ان هو بره، ويا ماما انت لو ليكي حق كنت انا اتخذت من بدري. طب ليه هو لحد دلوقتي ما اتخذش؟ ليه لحد دلوقتي مش متاخد حتى على ذمه القضيه؟ ليه ما اتحققش معاه؟ ليه ما اتوجهلوش تهمه؟ ليه هو كمان ما تعرضش طب شرعي؟ تمام. عامة ده صوتك وانا وصلت صوتك، واتمنى يعني الاجهزة الامنية وجهات التحقيق تشوف قصتك وتشوف الحقيقة فين، ولو ليكي حق تأكدي تالت ومتلت هتلاقيه. انا ضحيت بكل حاجه دلوقتي. انا دلوقتي مبقاش عندي حاجه ابقى عليها، لا خايفه على شكلي ولا خايفه على سمعتي. يا خلاص انا صحابي لما عرفوا الموضوع انا نزلت بوست عندي على الاكونت، هو مش مصدقين انت ازاي كنت في المشكله دي وبتيجي وتروحي معانا وشلتيها لوحدك. انا ما كنتش بتكلم مع حد، اتكلم اقول ايه؟ حاولت على قد ما اقدر الموضوع يبقى بيني وبينه ويتحل. هو ما وصلش معايا لنقطه حل في الاول. كان ممكن احل معاه ببلاش زي ما بيقولوا،
مقابل ان انا مبقاش في الموقف اللي انا فيه دلوقتي. هو اختار كده، هو اختار كل حاجة، وانا مبقاش في ايدي اي حاجة. انا خلاص، انا مبقاش فارق معايا اي حاجة.